شم النسيم ده أثر حي من مصر القديمة ولسه المصريين بيعيشوه لحد النهاردة. شم النسيم عند ناس كتير هو يوم الفسيخ والرنجة والتجمعات العائلية، ولكن الحقيقة إن اليوم ده مش مجرد عادة موسمية وخلاص، ده واحد من أقدم الأعياد اللي فضلت عايشة في مصر لحد النهاردة. القصة بتبدأ من مصر القديمة لما المصريين كانوا بيلاحظوا إن الكون كله بيتغير مع الربيع، النيل يهب الحياة والأرض تصحى والزرع يطلع والدنيا بعد شهور البرد القاسي بترجع خضرة من تاني. وعشان كده الربيع عند المصري القديم ما كانش مجرد فصل، كان لحظة بعث حقيقية، كأن الحياة نفسها بتبدأ من جديد. وعشان كده ما كانش غريب أبدا إن المصريين القدماء يحتفلوا بالربيع كأنه بداية سنة روحية جديدة، ويعملوا له احتفال اسمه شمو أو شيمو، وده كان مرتبط بالحصاد وازدهار الطبيعة وخروج الناس الاحتفال بالحياة بعد انتهاء الشتاء. ومع مرور الزمن الاسم نفسه اتغير وتحول لحد ما وصل لنا بالشكل اللي نعرفه النهارده، شم النسيم. وده تقريبا أجمل ما في القصة، إنك قدام عادة مصرية أصيلة عدت على حضارات كاملة وما ماتتش، وفضل مكمل وتحول بالتدريج من عيد مصري قديم إلى مناسبة شعبية مصرية عامة بيحتفل بيها الكل. ومع دخول المسيحية مصر اتربط موعده بالتقويم القبطي، وعشان كده بقينا نحتفل بيه في الاثنين اللي بعد عيد القيامة. طيب نيجي بقى لأهم أكلات شم النسيم، البيض والخس والبصل والسمك المملح. هل دي مجرد صدفة شعبية؟ لأ، حتى الأكلات دي لها أصول ترجع لآلاف السنين. البيض مثلا كان رمز عند المصري القديم لفكرة الخلق وبداية الحياة، وده معنى مناسب جدا لعيد قائم أصلا على رجوع الروح للطبيعة. الخس كمان كان له مكانة عند المصريين القدماء، كان مرتبط عندهم بالنماء والخصوبة، يعني وجوده على سفرة شم النسيم مش مجرد نوع خضار موسمي، لكنه جزء من رمزية أقدم مننا كلنا. أما البصل كان المصري القديم بيشوف فيه قدرة على الحماية وطرد الشر والمرض، وعشان كده استمر حضوره في المناسبة دي بالذات. أما السمك المملح فهو غالبا امتداد لعادة مصرية قديمة جدا في حفظ السمك، وخصوصا في مجتمع عايش دايما قريب من النيل والبحيرات وفاهم قيمة تخزين الأكل والمواسم. ومع الوقت اتحول السمك المملح إلى فسيخ والرنجة، واللي بقوا من أساسيات سفرة شم النسيم. ولكن يمكن الأهم من الأكل هو فكرة الخروج، إن الناس تسيب البيوت وتروح الجناين أو النيل أو مكان مفتوح. ودي مش تفصيلة جانبية، لأن الاحتفال من أيام المصري القديم كان مرتبط بالطبيعة نفسها وبالهواء والشمس والخضرة، وبإحساس إن الدنيا بدأت من جديد. يعني وأنتم خارجين في شم النسيم أو بتلونوا البيض أو بتاكلوا الرنجة، فأنتم من غير ما بتحسوا بتكرروا عادة مصرية قديمة جدا. شم النسيم دليل إن مصر مش بس بلد عندها تاريخ عظيم، دي بلد تاريخها لسه عايش جوه أهلها لحد النهارده، وإن البلد دي عندها قدرة غريبة إنها تحتفظ بروحها مهما الزمن اتغير. كل سنة وانتم طيبين.